واش انا هادي حتى الناس فكروني ما نقدرش نهضر، الا بغيت نهضر غيقولوا لي انت كاع ما بحال بقات في الدنيا، انت احسن منك الدبانه، حيدي كاع انت من الله، كاع ما نعطيكم الوقت، كاع ما كنتي علاش حيت اختك تشهرت وهاد الصوره هادي ولات كتضرك بها. ضرتني بها، ما كاينش وثيق باش نهضر. واش انا جبت هذا مكان هادي من زيمبابوي راه بنت خليها هادي راه نلعب انا مغربيه، تنعرفهم بجوج انا. كلشي بالبان حنا مغربيين، ماشي شي واحد. عطيني القانون ديالي، يعطيني المخزن القانون ديالي. عجبك هادشي يا التحيحيت؟ هادشي اللي دايره العائله ديالك ودايره اختك، والقانون المغربي قانون مهزله. فيا اللي ديالوني انا الوكيل الملك نخليها ليه بالرسول، ما بياش انا اش غادي ندير انا بالمراه بدون هويه، اش غندير بها؟ انا مزوج انا من 1972 بغيتو تفرقوني مع مرتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من بعد الجزء الاول اللي درنا لكم على المعاناه ديال العائله ديال تحيحيت او عائله ديال اخت تحيحيت، فحنا اضطرينا باش نديروا الجزء الثاني. علاش؟ لان بعض الناس الله يهديهم ما فهموش. شي بعضهم قالوا ان فين كانوا شحال هادي ما دواوش على هذا المشكل، او لا راه كانت كتدور معاهم، وملي ما بقاتش كتدور معاهم راه داروا ليها بحال هادشي هذا. لا هادشي راه كلشي غلط، وغادي نوضحوا لكم اكثر. لان هذه المشكله كاينه واحد المده كانت في المحكمه ديال الصويره، عامين في المحكمه ديال الصويره، مشات للمحكمه ديال الدار البيضاء. شحال تقريبا جلسات في المحكمه ديال الدار البيضاء؟ 6 سنين في المحكمه ديال الدار البيضاء. وزير العدل الرميد جاب الملف هنا للمحكمه ديال الانسكان. شحال تقريبا دابا هو في المحكمه ديال الانسكان؟ وعام عند وزير العدل، وعام عند وزير العدل، وعام هنا في المحكمه. وملي مشات السيده اختي حيحيت عند قاضي التحقيق باش ينصفها، قال لها سيري تجيبي لنا اختك. يعني واش كاين شي قانون كيقول لك سيري تجيب لنا المتهم؟ المعاناه هذا السيد هذا ما كيقدرش يمشي مع مرته اللوطين، ما يقدرش يركب معاها في الكار، ما بزاف ديال المشاكل. وقعوا لك مشاكل مع جداريه تقليد عليك. ف وياه 8000 ما عندهاش لاكارت، والمشكله دابا لاكارت ديالها تبلوكات عند البوليس، لان القضيه كاينه في المحكمه ما بقاش عندها حق ديال البوليس. علاش؟ لان اختها تحيحيت سخونيه الراس، بغات تهرب على الراجل، بغات دير اكارت، دارتها بالوراق ديال اختها باش تمشي ديك الساعه تشطح ولا ما نعرف شنو دير الشغل هذاك. حنا الفنانه الامازيغ كنعتزوا بالفن الامازيغي وكنحبوه، ولكن بحال هاد التحيحيت هادي ما كتشرف لا الفن الامازيغي، ما كتشرف البلاد، ما كتشرف القانون ديال البلاد. فين هي دوله الحق والقانون في العداله الاجتماعيه؟ مجرد اكثر شهره من تحيحيت، سعد المجرد اكثر شهره، ولكن القضاء الفرنسي والعداله الفرنسيه تحياتي لهم. شوفوا العداله عند الناس كيفاش دايره. لو كانت تحيحيت في فرنسا كون راه تحبسات وتعاقبت بالجرم اللي دارته. دابا كاينه في المغرب هنا، المغرب كاين عندنا اللوبي، كاينين المعارف. انت فنانه معروفه كتعرفي شي واحد في الوسط ولا كتعرفي شي واحد قريب للدوائر الكبرى والعليا في الوطن، فكتقربي منهم وكيضغطوا على القضاء، كيقول لك القضاء نزيه، القضاء مستقل. هادشي راه ما كاينش. قضاة الى جاو التعليمات من الفوق القاضي ما عنده ما يدير. هادشي حقيقه بغيناها تكون راي عام. وشوفوا المعاناه ديال الطالب هذا ولد اختك تحيحيت، كيقرا في الجامعه وما كيشدش لابوس، ما كيستافدش من المنحه. علاش؟ لان ما عندوش لاكارت ديال امه. كاين هادشي ولا ما كاين؟ وكيقول لكم هاد الناس اللي كتتهموهم كيف قلتي لي قبيله، كودي دوك اللي قالوا لي حنا طماعه ولا بغينا الفلوس ولا ما عرف قطع علينا الصاير ولا ما عرفتش كيقولوا. المهم امام موعدنا امام الله يوم القيامه ان شاء الله نتحاسبوا على الهضره اللي قلتو، تحاسبوا عليها وكونوا مسؤولين عليها. هادشي اللي بغيت نقول. اذا هاد الاسره تعاني مع راسها ماشي مشكل. نصرفوا الظلم، يعني ما نقول برافو عليكم هكا كيكون كيشوه. يعني انا راه ملحق عليهم، انا راه ملحق خدام انا من صغري. انا انا كنشوف هاد الناس اللي كنديروا لكم لي فيديو، حنا راه غير ولاد الشعب، راه ولاد الشعب بسطاء، كنمشيو فين ما كاينه المعاناه كنجيبوها نوصلوها لكم. قسما لكم بالله، اقسم لكم بالله العلي العظيم، هذا الشيء اللي كنشوفو ما كيبانش لي انا مغرب الغد، كيبان لي مغرب التمرميد. هذا الشيء اللي كيبان لي انا راه لا اله الا الله محمد رسول الله. وهاد الناس المتتبعين ديالنا في فيسبوك ولا في اليوتيوب كيدخل بتعليق كيقول لك انت مالك، سخن لك راسك، انت اش بغيتي السيده حياتها الخاصه. اودي الله يهديكم فهموا، راه ما كاينش عندنا عدل، ما كاينش عندنا قانون. هاد الحقره اللي راه عائله كتعاني، هادي راه اختي حيحيت، راه الناس محرومين من ابسط الحقوق ديالهم. هاد السيده هادي راه عندها التهمه ديال التزوير، هاد السيده هادي راه عندها تهمه ديال التزوير، خصها تتابع عليها قانونيا وقضائيا.
نتوما اللي كتدافعوا عليها وما ما عارفينش شنو كاين. راه حشومه ان عائله كامله راه في راسكم مع القضيه التحيحي، راه الام ديالها وخوها شاهدين فيها، راه كاين وثيقه كتثبت هذا الشيء، وفي محضر ديال الدرك الملكي شاهدين فيها بلي انتحلت الصفه ديال اختها وزورت وخدات الاوراق ديال اختها وخلات هذه العائله كتعاني. علاش؟ ان فنانه اش كتقولي لنا بالسلامه، كتحركي كتافك واحد شويه وواحد جوج كلمات وهذه. وحتى المصيبه ان القنوات التلفزيونيه عندنا في المغرب منافقين كذابين. هذاك الشيء ديالكم راه زائل وفاني، داك الشيء كله غيتعرى، والحق يعلى ولا يعلى عليه، الحق يعلى ولا يعلى عليه. القنوات ديالنا ما كتنشروش الصوره الحقيقيه للمشاهد المغربي، التدليس والكذوب والتزوير والبهتان. هادشي اللي بغينا نقولوا لكم، بغينا نوصلوه لكم. راه اللي قال بلي حنا كنكذبوا ولا شا كنخرفونا وبغينا نشوفوا ولا ما عرف يجي مرحبا نعطيه الوثائق كلشي، اي حاجه بغا نعطيوها له، حنا كنتحملوا المسؤوليه ديال دابا انا بغيتها تكون قضيه راي عام، لان هذه مهزله ديال العداله المغربيه، ديال القانون المغربي، ديال وزاره العدل، ديال كلشي هاد القائمين على البلاد، وهادو اللي كيدخلوا وكيديروا الوساطه وكيبيستيو. هادشي راه عيب وحرام عليكم، والتحيحيت عيب وحرام عليك. كتباني بالبراءه وفي المسلسلات كتباني انسانه بريئه، وهذه اشنو هادشي هذا؟ راه هذا هو الواقع. كاين شي انسان كيتمشى بالهويه، راه ما كاينش شي انسان كيتمشى بالهويه في المغرب كامل كاع مع لا اله بغيتو تكرهونا في بلادنا، ولكن الحمد لله حب الوطن غادي يبدا مستمر، ومحاربه الفساد غتبدا مستمر. 172 بغيتو تركوني معمرقين. هذا دابا المشكله هاد الناس هادو اللي كتستعملوا الوساطه وكتغطوا على تحيحيت. هاد الناس هادو اللي كيتدخلوا في القضاء، وهذا الشيء راه عيب وعار عليكم. راه شوف، راه كما قال لكم هذا الشاب هذا غدا امام الله غيكون حساب اخر، ما كاين لا وساطه ولا باسطه ولا هم يحزنوا. ان شاء الله. لا اله الا الله. ما خديتش انا ناخذ عليه داك الشيء اللي كاين اخويا، الله يخليك. تحياتي لكم، شكرا، السلام عليكم، تحياتي.